السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متتبعاتي الغاليات العزيز عليا. شكرا لكلامكم الحلو وشكرا لدعمكم ليا، ربي يديمكم فوق راسي. اليوم حبيت نحكي في موضوع يخص المرأة كيفاش تحب نفسها. المرأة يلزمها تكون أنانية شوية، يلزمها تخلي الأنا متاعها يطغى شوية، ونشوفوا مع بعضنا ونكملوا مع بعضنا كيفاش النصائح البسيطة اللي من عندي كيفاش تخلي المرأة تحب روحها. اليوم كلامي موجه للمرأة اللي نسيت روحها، واللي تخليت على أنوثتها، واللي كما نقولوا فيها مليانة كان بالطاقة السلبية. فيديو اليوم حبيت نوجهه باش يكون كيفاش نحب روحي كامرأة، ونقدر ذاتي ونقدر نفسي، وكما يقولوا فيها ونملى حياتي كلها طاقة إيجابية ولو بقليل. أول حاجة، كل مرة قاعدة في الدار، كل مرة روتين 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 نفسه اللي نباتوا عليه نصبحوا عليه، صيق نظف أغسل معون هز الصغار جيب، هذاك واجبنا. إن شاء الله ربي يعطينا بالصحة والعافية. هذا الكل يطلب مجهود، والمجهود هذا الكل نعطيوه من صحتنا. دونك أول حاجة أختي الكريمة إنك تخمم في صحتك. لا عيب ولا حرام كي تعطي نهار راحة لروحك، ترتاح جسمك ترتاح بدنك، خاطر جسمك ربي عطاهولك أمانة لازمك تحافظ عليه. حاجة ثانية، ندلل روحي. اش معناها ندلل روحي؟ ندلل روحي في اللبسة. حاجة نشتهيها ما تقعدش نلبسها، عندي حوايج في القلص مخبيتهم معليش نجبد نلبسهم، وبرشا نساء كيفي وكيف اختي هذيك وكيف اختي هذيك برشا نساء تقولك والله خلي الحاجه هذيا لازم تو يجي نهارها. لا يا عزيزتي، البسها وتمتع بها، وتو يجي نهار وتتصرف كأي امرأة وتعاود تلبس. كما يقولوا فيها ما تحرمش روحك من الأكل، ما نحرمش روحي من حاجة أنا نحبها، حاجة أنا نطيبها، ديما نخمم حاجة أنا باش ناكلها أنا نحبها. فهمتوني؟ كما يقولوا نحاول نغير من اللوك متاعي، ميسالش نحاول نبدل، نحاول خاطر ريتك تبدل التغيير هذاك. نبعد مثلا نكون نلبس في الوان غامقه، بدل الوان فاتحه، ميسالش هكاكا تغيير محلى. كيما نغيروا في الدار نبدلوا ديكور الدار، ميسالش نبدل نلبس حاجه ما كنتش نلبسها تبدا محترمه زاده، مش هكاكا محترمه. لون ما كنتش نلبس نحاول نلبس ويكون مواتيني، نلبس حاجات اللي تكون محترمه ليا ومحترمه كيف محترمه نفسي الساعه ومحترمه روحي. نحاول نلبس حاجات نبدل نعمل تغيير، تشوف كيفاش انت تحس روحك هكا متفرهده وشيخه. ثالث حاجه، نعمل مثلا نعمل تخطيط باش نحقق اهدافي طموحاتي ولو حتى بسيطه. ما قلناش اهداف باش نمشي المالديف ولا حاجات بسيطة. نحب نشري قطعة ذهب، أنا باش نتحدى نفسي باش نعمل حصالة مدة 6 أشهر، كل يوم نحط فيها مبلغ مالي، ونعرف وقت شفتوا التحديات متاع الحصالة. أنا نحب نشري قطعة ذهب، أنا نحب نعمل البرمي، أنا نحب منعرفش أنا أي حاجة تتمنيها المرأة، أي حاجة تتمنيها المرأة ولو حتى بسيطة. نعمل تخطيط، نعمل مشاريع بسيطة في الدار. ظروف راجلي ما تسمحش، ما يقدرش باش يخصص لي مبلغ من المال خاص بيا كبير كما نقولوا، مثالش نعمل مشاريع بسيطة. وما شاء الله مشاريع بسيطة ومتعدة موجودة. 8 ساعة تعمل خبز ملاوي تهزو للعطارة، 8 ساعة تعمل الجاتو، 8 ساعة تعمل يويو، برشا حاجات. 8 ساعة تعمل حاجات يدوية هكا موجودة. دونك نعمل تخطيط انا حتى كان فشلت وما نجحتش ونعاود ونشد الصحيح، خاطر نحنا بشر. انسان اي امرأة
هي شنية؟ هي كائن حي، معناها تنجم تغلط، تنجم تفشل، تنجم ما تنجحش، تنجم موجود، ماناش الكمال لله، ماناش ملاك، اما نعاود. ايماني في ربي قوي، قل لا انا ربي بحول الله ربي معايا، انا باش ننجح المره هذيا، انا باش نقوم، انا باش نحقق اللي تمنيته المفيد، نكون ثقة في النفس والعزيمة، خاطر بالعزيمة هي الكل شيء. كان من أول تجربة أنا نفشل، لا ما نفشلش، نعاود ميسالش، ونعاود ونتيح ونقوم ونعاود. وثم أمثلة من نساء طموحات اللي باللي تتيح وتقوم تقولك الضربة اللي ما تقتلنيش تقويني. حتى كما يقولوا فيها، ونبعدوا على الاشخاص السلبيه، نبعدوا على الاشخاص السلبيه اللي تحط لك العصا في العجله، اللي كلامهم نهار كامل ما عنديش، ما نجمش، ما ثماش، الدنيا غليت، يا ربي، نهار كامل يتشكاو ويتبكاو، اذوكم اكثر عباد ماذا بينا. مش باش كما نقولوا، خاطر ساعات تلقاهم اقرب الناس ليك، اما شنو نحاولوا نبعدوا عليهم لو ماكسيموم، نسمع وما نحاولش ناخوها الطاقه السلبيه، خاطر اخيب حاجه. كما قلنا نبعدوا على الاشخاص السلبيه، وكي تحب روحك ما تصورش قديش الدنيا باش تزهالك، نظرتك للحياة باش تتغير، نظرتك للدنيا باش تتبدل، للأشخاص اللي دايرين معناها معاك، لعائلتك، بالعكس باش تولي تعطي طاقة إيجابية، باش تحفز، ثمك الجانب التحفيزي، كتبدأ أنت مرتاحة ما تصورش قديش. حب روحك، خاطر حتى حد باش يحب روحك أكثر منك، وحتى حد باش يحب روحك في بلاصتك أكثر منك. نفسك أمانة عطاها لك ربي، يلزمك تحافظ عليها. انتي ما تنساش، انتي ام واخت وصديقة وحبيبة، انتي عرسة الدار، انتي ركيزة المجتمع. الكلام هذا حطه بين وذنيك، اعرف قيمتك، قيمتك كبيرة، انتي امرأة قوية وقادرة، نعم قادرة بعزيمتك، بمحبتك، بحنانك، بالجانب الطفولي اللي فيك، بصدقك، باخلاصك. انتي مرأة، ما ننساش روحي، انتي تعطي الحنان للعباد اللي دايرة بيك، نعطي الروحي وقت، نعطي الروحي العطف، نحن على روحي، ميسالش، امانة بين يديك. ان شاء الله كلامي يكون فاتكم. ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الاشتراك حبيباتي. ان شاء الله حاجة الله غالب، حاجة موضوع حبيت نحكي فيه حتى ولو ببسيط. انا مانيش عالم تنمية بشرية، ولا جوست حاجات كيما نوجههم من روحي نوجههم لأي امرأة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.